النهاردة اتلعبت 4 مباريات في الدوري الإنجليزي. لوتن تاون 1، مانشستر سيتي 2، فولهام 5، ويست هام 0، ايفرتون 2، تشيلسي 0، توتنهام 4، نيوكاسل يونايتد 1. نتكلم بقى على مباريات النهاردة اللي اتلعبت. أول ماتش اتلعب النهاردة كان بين فريق لوتن تاون وفريق مانشستر سيتي. طبعا انتوا عارفين مانشستر سيتي المباراة اللي فاتت خسر من فريق استون فيلا، ودي كانت نتيجة مفاجأة ان فريق مركز الاول واول الدوري الانجليزي ويخسر من فريق، مع احترامي ليه هو فريق كويس اوي السنة دي صحيح، فريق استون فيلا، ولكن مش مش زي مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي كل سنة، يعني السنة اللي فاتت واللي قبليها متهيألي. طيب مانشستر سيتي قدر النهاردة انه يعدل النتائج، وقدر انه يكسب نتائجه، وقدر انه يكسب بره ارضه 2-1. كده بالنتيجة دي اصبح رصيد مانشستر سيتي 33 نقطة، المركز الرابع. مباراة اتلعبت النهاردة فولهام وويست هام، وانتهت بفوز نادي فولهام 5-0. نتيجة كبيرة على فريق ويست هام. بصراحة يعني فريق ويست هام الفرق اللي في المراكز اللي مركزها كويس في الدوري الانجليزي، ولكن خسارة كبيرة دي يعني 5-0 دي تعتبر مفاجأة. ومن فولهام من الفرق اللي بتصارع على المراكز الأخيرة في جدول الدوري الإنجليزي السنة دي، فدي مفاجأة. ولكن دي تعتبر بداية لفريق فولهام انه يعوض او يحسن اداؤه ويحسن مركزه في الدوري الانجليزي. المباراة الثالثة معانا النهاردة كانت بين فريقي ايفرتون وتشيلسي، وانتهت بفوز نادي ايفرتون 2-0. نتيجة كبيرة بالنسبة لإيفرتون، ومش مفاجأة بالأداء اللي بيقدمه فريق تشيلسي السنة دي. مش مفاجأة، تشيلسي بقاله كام سنة بالأداء ده، والسنة دي ساعة يقدم مباريات حلوة ويقدم أداء كويس، وساعات زي ما انتوا شايفين كده نتائج سلبية. وده انا قلته قبل كده، وقلت كمان تشيلسي بيعرف يكسب على ارضه، لكن خارج ارضه زي مباراة النهاردة كده بيخسر، وده عيب في فريق تشيلسي السنة دي. اتمنى ان فريق تشيلسي يتحسن اداؤه ونتائجه الفترة القادمة. فوز مهم لإيفرتون، المفروض يبني على الفوز ده المباراة اللي جاية، لان هو في المركز 17 يعني في اواخر الجدول، فلازم المباراة اللي جاية يلم نقط عشان ما يسرعوش او مش يسرعوا السنة دي على الهبوط. خلاص، المباراة الرابعة اللي اتلعبت النهاردة كانت بين فريقي توتنهام وفريق نيوكاسل، وقدر فريق توتنهام ان يفوز بنتيجة 4-1. نتيجة كويسة اوي لفريق توتنهام على ارضه قصاد جمهوره. وفريق توتنهام السنة دي من الفرق الكويسة اوي اللي بتعرف ازاي تكسب على ارضها، وتعرف ازاي تلم نقط بشكل كويس قوي. معاهم لعيبة جيدة جدا ومدرب محترم.
لو فضلت كده توتنهام بالأداء ده، يعني ممكن بشكل كبير انها تنافس اول على اول يعني على اول 3 مراكز في الدوري الانجليزي، ودي مش بعيدة. بالنسبة لفريق نيوكاسل، فريق النتيجة دي ما تأثرش معاه في حاجة، ولكن هتأثر معاه معنويا بس عشان خسارة كبيرة. ولكن يعني هو نيوكاسل في المركز السابع، يعني مركزه كويس. تمام. دلوقتي هنعرف ترتيب فرق الدوري الانجليزي بعد انتهاء الاسبوع 16. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as كده أنا خلصت الفيديو بتاع النهاردة. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد اعمله يوصل لكم. خلاص، شكرا.